هلا بأبو شفيق، كيف صحتك ما تبين؟ صار بدنا موعد لنشوفك. تسلم يا ابو خالد تسلم. والله ضغط بالشغل كتير صاير وهم كبير، والهم ما عادت مثل الاول يا ابو خالد، والاولاد كبروا وهموم كترت، فوت على البيت وبطل الي خلق الهر والله. يعطيك العافية، بس ما تحبس حالك بالهم وتحصر، ما في شي بيستاهل. اعمل بالأسباب وتوكل على الله، همومك كلها بتزول بإذن الله تبارك وتعالى. ونعم بالله ونعم بالله يا ابو خالد. شو خير يا ابو خالد؟ قالوا لي انك عايزني، غليت لي قلبي. خير ان شاء الله، في شيء؟ خير، كله خير. ليك وين شفيق؟ ليش ما جبته معك؟ ثواني ان شاء الله وبيكون هون عبال ما يأمن المحل ان شاء الله. ها هي مرحبا عمو ابو خالد. اهلان شفيق، اهلان عمي، تفضل عمو، اقعد. تفضل ابو خالد. شو الموضوع اللي عايزنا فيه يا خاي؟ ليك بالصلاة على الرسول اتصل فيي واحد عم بيسألني على شفيق من شان بنته. ايه يا عمو، هذا ابو البنت اللي بدي اياها. الظاهر اتصل ليسأل عن اوضاع واخلاق شفيق. حقه. شو قلت له وشو قال لك يا ابو خالد؟ ليك يا ابو شفيق، انت قايل له ابنك بيشتغل بالتجارة العامة؟ مظبوط. عمو اضطرينا نكذب لانه ما بقعد بيرضى يعطينا اياها. ولا شو الكذب؟ طالما مستحي من شغلتك يعني شغلك في إنا، وبعدين ابوها للبنت مصيره انه يعرف شو بتعمل ساعتها. عمو ابوها اذا عرف عندي محل اراجيل وقت ما بيعطيني اياها. مظبوط. نحن هيدي كذبة بيضة لمصلحة الاولاد وكلها تجارة. ليش قليلة تجارة التبغ والتنبك؟ يا ابو شفيق، بتتذكر شو قلت لك لما عرفت انه ابنك شفيق بده يفتح محل اراجيل؟ يا ابو خالد يا ابو خالد، محلات الاراجيل صارت اكثر من محلات الخليوه. لو ما انهك السيبي وربيحه ما عليها طلب كل هالقد، ما كان كل العالم فتحت محل اراجيل. انا سبق ونصحتك، قلت لك ما تفتح له محل اراجيل، الواحد بيفتح محل بضر العالم. وقلت لك كمان حلو بكره اذا بده يروح يخطب وسالوه شو بتشتغل يا عمو، بيقول لهم والله عندي محل اراجيل. شو هالتجرة؟ ليش عمو الشغل عيب؟ لا عمو انتبه، الشغل مش عيب، لكن هالشغلة فيها عيوب كتيرة. بدي اسألك اني سؤال قدام ابوك. تفضل. انت ليش ما كفيت دراستك يا عمو؟ صراحة سقطت. بس كنت ما احليك والله تطلع الاول بالصف، انا مذكرك. ما تذكرني يا ابو خالد، ما تذكرني. هالصبي مثل كانه مكتوب له. فجأة تراجعت صحته له وتراجع بالدراسة وما عاد يركز. وانت قلت من ورا شو يا ابو شفيق؟ ما سألت حالك ليش ابني شفيق تغير هيك؟ عمو للصراحة تغيرت احوالي من وقت ما اخذونا على المخفر بتهمة التحشيش. بس يا ابو خالد ابني جسمه نظيف، ما بيتعاطى ابدا. يا اخي هو ما تعاطى مزبوط، بس رفقاته اللي كانوا معه كانوا كلهم تعاطجية، مش هيك يا شفيق؟ بلا بس تركتهم. طيب قل لي يا عمي، قديش اليوم بتطلع مصاري من شغلة الأراجيل؟ عمو المحل يعني اوقات يا دوب يطلع مصروفه واوقات بيكون الشغل منيح. إيه شو تحقيق يا ابو خالد؟ تحقيق الشغله إيه ما مستاهله كل هالشيء. لو قلت لابو البنت ما بعرف شو بيشتغل إيه كان احسن. لا ابو شفيق، لا حبيبي عيوني، انتبه، الزلمة عم بيسأل عنه، وهيدي الشهادة يلي بعرفه أنا من ويش بيقوله، بس إلي هدف من هالأسئلة هلا. عمو يعني بأوقات الامتحانات بتخف زباين المحل لأنه أكتر زبوناتي أولاد وشباب، بغير أيام خصوصي أيام توشة الفوتبول بيكون شغلنا منيح. سامع يا ابو شفيق، معظم الزباين عند ابنك صغار وطلاب مدرسة، معقول؟ أنا بعيوني كل ما أمرق بشوف عنده بالمحل ولاد بعمر 12 و13 سنة، شو عم بيعملوا يا حزرك؟ عم بيأرجلوا، معقولة هيك؟ شو خصنا نحن يا ابو خالد؟ شو خصنا؟ هيدا جيل بلا تربية أزعرة، فلتانين بالشوارع، شو فت علينا؟ إذا ما أرجل عنا بأرجل عن غيرنا. يعني هلا هيدا جوابك يا ابو شفيق؟ المفروض نحن نساهم بإصلاح المجتمع، مش بهدمه بضياع أبنائه.
هلا نحن صرنا المسؤولين عن فساد الشباب والمجتمع، ولو يا ابو خالد اذا على ارجيلي عم تحكيني هيك. ابو شفيق لا معصب، انت بتعرف شو اضرار الارجيلة على المدمن؟ انت قلتها المدمن، شو نحن عم نجبر العالم تيجي تأرجل؟ ابو شفيق، اول الرسم خربشة وبعدين بصير الواحد رسام شاطر، فهمان؟ يعني ببلش الواحد بنفس وبعدين بصير مدمن. اسمع يا شفيق، نعم عمو. تدخين الأرجلة مضر، نبتة التبغ مضرة، روح اقرا عنها. منظمة الصحة العالمية حسب إحصائياتها اعتبروا التبغ هو القاتل الأول في العالم، بيحتوي على 4000 مادة كيماوية، من بين هال 4000 100 مادة سامة و63 مادة مسرطنة. اوف اوف كل هول يا ابو خالد. ومش بس هيك، تعرف انه الحشرات ما بتحط على هالنبتة؟ واكدت التجارب انه الحمار بيرفض اكل نبات التبغ المستخدم بالدخان حتى لو مات من الجوع. اوف 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 الحمار. ايه الحمار يا شفيق، كل راس ارجيلة قد علبة دخان واكتر. والتدخين لمعلومك بيسبب مرض تصلب الشرايين، لانه بينخفض بسببه الكوليسترول عالي الكثافة يلي هو مفيد للأوعية الدموية، وبالعكس بيرفع الكوليسترول المنخفض الكثافة اللي بيضر للجسم، وبيرفع نسبة الكوليسترول بالدم، ويلي بدخنه يا شفيق هن عرضة أكتر من غيرهم لينصابوا بالقرحة، لأنه التدخين بيرفع نسبة الحموضة بالمعدة. لا لا يا ابو خالد لا، انا عم اقول ليش اسيد المعدة هالكنا. بس عمو نحن عم نركز بشغلتنا على نوعية المعسل والفواكه المتنوعة. مظبوط، والمحل الله اكتر، وخصوصا بعد ما جاب شفيق الله يرضى عليه، جاب طعمات للاراجيل، طعمات متنوعة، الفخفخينة والكاتشب والشانكليش والحر. يا ابو شفيق هيدي اضرب، لانها بتجذب الشباب وبتعطي الارجيلة صورة بريئة، والضرر معها اكبر كمان. لقولك انت يا عمو يا شفيق عم بتضر العالم. يا ما شباب ضايعة وصلت من ورا الارجيلة والدخان للمخدرات. بس عمو انا ما قصدي، شو وقفت علي؟ في كتير محلات. يا ابو شفيق عليكن وعلى غيركن. دخلك شفيق، احكيني بصدق، مرتاح انت بهالشغل؟ ليش حدا مرتاح يا ابو خالد؟ حدا مرتاح؟ ما حدا مرتاح، ليش كمان في اشغال بالبلد؟ صدقنا قليل ما نشوفه للصبح، يفتح المحل من الساعة 10 الصبح ما بيرجع للتنتين 3 بالليل. لك ولو بعرف يا ابو شفيق، ما اصوات هالشباب واصلة عندي على البيت. انا بس نفسي اعرف هول يلي بيسهروا عنده لهالوقت على التلفزيون وعلى الاراجيل ما عندهم شغل تاني يوم او مدرسة او جامعة؟ واللي مجوز منهم كيف صابر عليه مرته؟ معك حق عمو، والله انا تعبان كتير والمصاري ما فيها بركة. بس شو بدي اعمل؟ دينت لافتح المحل والارجيلة صارت مطلوبة. مظبوط يا ابو خالد مظبوط، شو بيعمل؟ بكره بتتغير الظروف ان شاء الله، بغير شغلته، يلي بده يأرجل بيأرجل من عنا او من عند غيرنا. يا عيني عليك يا ابو شفيق، والله ما حدا مضيع هالصبي الا انت. انا يا ابو خالد ولو شو بخليه هيك عطال بطال؟ ابو شفيق من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يلي بده مرضات رب العالمين الله بيكرمه وبيعطيه وبيعينه وبيوفقه لكل شيء منيح. يا شفيق نصيحتي لإلك حبيبي، انت بعدك شاب بأول طلعتك، غير هالمصلحة، بدك روح شوف اسنانك من الدخان كيف صاروا صفر. هلا كمان هالشيء بسبب الدخان والارجيله؟ طبعا حبيبي طبعا، خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة عند يلي بأرجله أعلى بكتير. بعدين يا أبو شفيق كيف تأرجل بالبيت وعندك أولاد صغار؟ عم بتضر حالك كمان بدك تضر عيلتك وغيرك. كيف بقى؟ شو قالوا لك عني عم شرب ولاد توفيق احفاده؟ مين قال لك عم شرب من ارجيله؟ الحكي مش صحيح. دخان الأرجيلة بيعمل بالدم نسبة عالية من أول أكسيد الكربون، لما حضرتك تيجي بتأرجل كل مين عم بيشم معك بيتأذى. اوف 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 يا ابو خالد، هالمعلومات صحيحه؟ فيش نهار كذبت عليك يا أبو شفيق. ابدا. عمو ابو خالد بدي اسألك سؤال. عندي صاحبي بيأرجل كتير، بيأثر هالشي على انجاب الاولاد؟ لانه رح يموت مرته ما كانت تحبل. طبعا بيأثر، يكفي قلك انه الدراسات اثبتت انه التدخين بقلل كمية الحيوانات المنوية، والنيكوتين بيأثر على الاعصاب.
عمو والله خوفتني، لو عارف هيك انا من الاول ما فتحته لهالمحل كله. وشو العمل يا ابو خالد؟ اتكلفنا كتير. كل شي هين قدام الضرر بالناس. يا ابو شفيق ما خايف انت كمان على صحتك؟ درج ما عم تقدر تطلع وما بسمع منك الا قلبي وقلبي. بس انا تعودت يا ابو خالد، لك معدتي اجلك ما بقى تمشي الا مع ارجل. انا بداويها بالارجيله. يا عيني ملا تحليل عندك، صاير محلل شاطر. شايف اذا كان هالشي معك عم بصير ما بيمنع من خطورة اصابتك بمرض القلب والسرطان. يا لطيف، السرطان؟ ايه، وفي مرض اسمه السل الرئوي والكبد الوبائي بيجي من ورا نربيج الأرجيلة يلي بيتشاركوا فيه مجموعة، مثل ما بتعمل حضرتك كل ما تكون قاعد قدام المحل عم بتأرجل بتعزم الرايح والجاي على النبريج. يا لطيف ما بقى اعيدها يا ابو خالد، ما بقى اعيدها، اعوذ بالله. إيه لكن خد هيدي كمان، شرب الأرجيلة والدخان بيساعد بتكون التجاعيد حول العينين وحول الشفاف وتجويف الخد بسبب الجهد العضلي يلي بيقوم فيه الواحد هو وعم بيسحب بطريقة الشفط. ولي على هالشغله. انا عم اقول ليش حنكي صاير مشهور على جهة اليمين. عهد علي، اشهدوا يا عالم اني حدرك الارجيله. يا ريت يا بابا علمتني هالشي من الاول، شو كان بدنا بهالشغله، شو كان بدنا بهالغلط الكبير. هلا يا شفيق، هلا صار الحق على ابوك. يا ابو شفيق، ولادنا امانه بين ايدينا وصحتنا امانه بين ايدينا. صحيح ابنك صاير شاب ما شاء الله عنه، لكن التربيه والرعايه والعنايه والتوجيه لازم يضل موجود من الاب تجاه ولاده بحب ومنطق وعلم. كيف اذا تركناهم من هن وصغار يقبعوا شوكن بايديهم؟ الله يسامحك يا ابو شفيق. شفيق يا شفيق، غير الشغله بغيرها. افتح اشبان والبان، افتح خضره، بص سوس وتمر برمضان. عندك اراجيل كتير، كسرهم ما بدي اشوفهم، بس عددهم كتير وكتير يا ابو خالد، كتير وكتير يا ابو خالد، كتير.